احنا نسولف عن عصر عبد الكريم قاسم. الله، الزعيم يعني ابو الفقره، يعني صاحب الثوره، يعني طارد الانجليز. يا معود يا ثوره انقلاب الله يلعنه. لا والله الله يلعنك، انت ثوره وغصبا عليك. لا انقلاب، لا ثوره، انقلاب. صدق شيخ انت شو تقول؟ اي فعلا شيخ انت شنو تقول؟ قصر الرحاب 8 شباط. احنا كبشر، ما اقول العرب، لا بشكل عام ناخذ التاريخ بالوراثه، مو بشكل علمي. اسالني شلون؟ انا راح اقول لك شلون. يعني ارانا التاريخيه تقريبا ناخذها من اهلنا. خلينا نعطيك مثال، مثلا نولد ببيت نسمع انه العائله المالكه ملائكه وعبد الكريم قاسم متوحش، فاحنا هنا راح نقدس العائله المالكه ونعتبر الزعيم عبد الكريم قاسم انسان مو زين ومو خوش ادمي. والعكس بالعكس، اكو ناس بالعكس، لا هو انولد ببيت مقتنع انه عبد الكريم قاسم مفجر الثوره، ومقتنع انه عبد الكريم قاسم طارد الانجليزي، ومعتقد انه العائله المالكه عائله ظالمه 100%، فيطلع يقدس عبد الكريم قاسم ويكره العائله المالكه. والمشكله انه يتبنى هاي الاشياء اللي اخذها منه كانما حقيقه علميه او شيء منزل من السماء. وبالمناسبه ذول اثنيناتهم خطا. الصحيح انه توصل للمعلومه التاريخيه عن طريق البحث العلمي. انا بالنسبه لي تخلصت من هذا الورث، وقريت وبحثت وكونت قناعاتي تاريخيه. تجي تناقشني بعلميه خليك على راسي، لا والله تجي تتجاوز وتغلط بالتعليقات ما اناقشك وما اتعب نفسي، والله يغفر لك ويطول بعمرك. المهم العصر الملكي كان موجود وبحمايه بريطانيا. بعد ما مات فيصل الاول اللي هو وضع اساس الدوله العراقيه الحديثه، استلم وراء ابنه الملك غازي. والملك غازي حكمه بالعراق عاصر صعود هتلر بالمانيا، وطبعا كان اكو صراع بين المانيا وبريطانيا، الصراع المعروف بالحرب العالميه الثانيه. الملك غازي كان يكره بريطانيا كره العمى، وحاول بكل الطرق يخلص العراق من الاحتلال البريطاني. طبعا الملك غازي مثل اي شخصيه تاريخيه تلقى روايتين، الروايه الاولى انه هو شخصيه وطنيه وطيبه وراد يبني العراق فعلا، والروايه الثانيه لا، انه كان مو خوش ادمي واناني وملتهي بلذاته وكل التهم الشنيعه اللي ممكن تكون على اي انسان. وانا شخصيا ويا الروايه الاولى، والسبب انه كفت قاعده تاريخيه تقول، طبعا تقدر تعرفها لما تقرا التاريخ هواي، اذا اكو قوتين عالميتين يتصارعن وحاولت دوله ضعيفه تتدخل ويا وحده من هاي الدول، فالدوله الاخرى اللي هي الطرف الاخر راح تحاول بكل الطرق تشوه سمعتها وتختالها، مثل ما صار بالملك غازي، او يطلعون ضده مظاهرات ويعدموه مثل ما سووا ويا رئيس رومانيا وباقي الامثله عليكم. وانا حقيقه جاي احكي لك هذا الحكي ليش؟ حتى لا تروح تركض وتنقاد ورا الاعلام لاي شائعه تكون، اكو فلان شي راسا رحت وهوست وطبيت بالنص وما ادري شنو السالفه، لا خلي دائما تصرفاتك تكون ممزوجه بالحكمه. وبالمناسبه العصر اللي جاي نعيش به هسه هم اكو صراع بين القطبين، فلذلك اي خبر يكون سواء محلي او عالمي روح تابعه وافهم منو يخدم وشنو اللي ممكن يصير من خلاله قبل لا تتخذ اي اجراء او تأيد او ترفض لاي جهه كانت. المهم مات الملك غازي ونصب وراء ابنه الملك فيصل، ولانه فيصل كان طفل صغير خاله عبد الاله صار هو الوصي على الحكم، يعني صار كل شيء بيده. وهذا عبد الاله ولاء كان مطلق لبريطانيا، ولذلك قلت لك انه انا ايد الروايه الاولى عن الملك غازي انه طيب، لان اللي يجوي وراه كانوا يعملون 100% لمصلحه بريطانيا، وماكو شيء بعالم السياسه صدفه. عبد الاله كان وصي، ونور السعيد على اغلب الاوقات كان هو رئيس الوزراء، والملك فيصل كان مجرد صوره يعني لشرعية الحكم خلينا نقول. واستمر هذا الحال إلى سنة 1953. فيصل كبر وصار يقدر يصير ملك على العراق بدون وصاية خاله عبد الاله، بس للأسف رغم أنه صار ملك الوضع استمر على ما هو عليه، وخاله ونور سعيد هم الكل بالكل. العصر الملكي للناس اللي ما تعرف كان أكو بيه قانون إقطاع. يعني شنو؟ يعني الأراضي الزراعية ملك لناس قليلين وبقية الناس كلها تشتغل عندهم فلح وعمال، والمشكلة هذا اللي يشتغل عند صاحب الأرض ما ياخذ اجره الا تكفيه ياكل ويشرب، يعني حتى تعليم ما يقدر يتعلم، حتى مدرسه ما يقدر يروح. فاللي يقولون العصر الملكي كان عصر خير، لا، كان اللي يقدر يتعلم هم فقط اولاد البهوات والبشوات، بل انه النظام وصل الى مرحله انه ذا الفلاح هرب وضاج من الشغله، طقت روحه يشتغل والبيق ياخذ الفلوس وهو كاتل الضيم، اذا هرب يعتبر هارب ومن حق صاحب الارض انه يقتله. مجازر صارت في العهد الملكي، نعم. وللمعلومه الاردن ملكها يصير ابن عم ملك العراق، وكان العراق يساعدهم هوايه، وكان اكو فكره لتوحيد العراق والاردن والملك يصير ملك العراق على هاي المملكه الجديده. ولكن سنه 1952 المصريين سووا ثوره ضد الانجليز وقدروا يطلعوهم من مصر عن طريق ضباط الجيش، سووا تنظيم سري داخل الجيش سموه تنظيم الضباط الاحرار، سووا ثوره ضد الانجليز وطلعوهم وطردوا الملك
واخذوا الحكم. فبالعراق كذلك كان اكو طموح من الضباط العراقيين انه يسوون نفس التجربه ويطردون الانجليز ويتحول الحكم من الانجليز الى العراقيين، وسووا تنظيم داخل الجيش اسمه تنظيم الضباط الوطنيين، يعني تقريبا يشبه بس الاسم مختلف. وطبعا الظروف كانت جدا ملائمه للتغيير بذاك الوقت بسبب نفور الناس وضوجتهم من الحكم الملكي للاسباب اللي سولفتهن لك. اضف الى ذلك الملكيه حضرت الاحزاب، يعني ممنوع واحد يسوي له حزب، والشعب العراقي بذيك الفتره كان مشبع بفكره الاحزاب والتعدديه. وهنا انت اجى ببالك انه عاشت ايدها للملكيه، ايش حصلنا من الاحزاب؟ وهاي الفكره او الاسلوب بفهم التاريخ غلط، لان انت ما يصير تقيس مقاييس 2023 على الخمسينات. خل اقول لك علاقه الشعب العراقي بالديمقراطيه من جهه وبالحزب الحاكم الواحد من جهه اخرى. بالخمسينات لانه اكو جهه وحده تحكم، فالناس نادت بالتعدديه ونادت بالاحزاب، نريد احزاب، ليش الملكيه وحدها؟ ايش معنى يعني الملك وحده يحكم؟ لازم احنا نسوي احزاب مثل الدول المتطوره. بالخمسينات لانه كان اكو جهه وحده تحكم البلد، فالناس قالوا لا نريد تعدديه. من خلصت فتره الخمسينات وجت الستينات وبدت التعدديه تظهر، قالوا لا رجعونا لنظام الحكم الواحد، او الجماعه اخذوها بالقوه. من صار من 68 الى 2003 حكم حزب واحد ورجل واحد، الناس ب 2003 قاطبه طالبت بالديمقراطيه وبعد ما نريد حزب واحد. اليوم الناس هسه من تسالهم تقول له ديمقراطيه لو نظام رئاسي، يمكن غالبيه الناس يقول لك نظام رئاسي، ايش حصلنا من الديمقراطيه؟ فما يصير تحكم على مزاج العراقيين بالخمسينات على مزاجك هسه، لانه نفس مزاجك هسه اللي طالب باي شيء اذا طبينا بتجربه وصارت التجربه مره، انت نفسك راح تقول لا اريد حكم معاكس للحكم اللي حكمني. انا مختصر الكلام اللي اريد اقوله، ما اريد اكثر بالكلام. اريد اقول انه كل الحكم اللي اجى بالعراق هو عباره عن رده فعل، يعني الشعب العراقي يجرب نظام معين ما يعجبه يجيبوا لنا البديل. من يجي البديل المشكله الكبرى اللي عندنا انه احنا نتعامل ويا الحاكم كاله، ننطي صلاحيات وننطي كل شيء، ولما نيجي يبطش بينا ويصير صخره على قلوبنا وما نقدر بعد نحكي وحقوقنا تروح، نظل نبكي ونتوسل يا من يغير النظام ويا من يبدل النظام ويا من يجيب نظام غيره جديد. فالحل الصحيح انه كل انسان بالدنيا اولا المفروض ما يقبل تغيير دموي، ما يصير التغيير بالدم، التغيير لازم يتم بعمليه حضاريه. هذا واحد. اثنين، اي حاكم يجي ما يصير عامله معامله الاله، لا عمي هاي قاعنا وهاي فليساتنا وهاي زلمنا، انت تعال ابني لنا البلد وطور لنا البلد وشغل ولدنا واقضي على البطاله وخلصنا من كل المشاكل اللي نمر بيها. مو تعال انت كذا وشعارات وما ادري شنو الى ان يكبر وينفخ راسه ويصير مثل اللي صار بتاريخ العراق، والقارئ التاريخ يعرف كل زين انا جاي اسولف. فهسه صار واضح عندك ليش العراقيين كانوا يريدون الاحزاب في زمن الملكيه. المهم اخواني، هذا تاريخ، انا مو جاي اجيب لك شيء من جيبي، لا هذا تاريخ وقراءه تحليليه للتاريخ انت تكون تعرفها. واحنا نقرا التاريخ حقيقه يا شباب حتى نتعلم من اخطاء الماضي وما نقع بها من جديد. مو هذا يقول تعالوا نتعلم اخطائنا لنفعل اخطاء جديده، لا، احنا اخطائنا المفروض نتعلم منها وما نقع فيها مثل ما وقعوا ابائنا واجدادنا. هذا نقطه مهمه، هاي نقطة مهمة كنت تعرفوها. المهم سنة 1958 الأردن احتاج قوات من العراق، فالعراق حرك هاي القوات حتى تروح للأردن، والقوات بكان ما تروح للأردن جت على بغداد وسووا عملية التغيير بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد الإله، والشعب العراقي أيد هذا التغيير مثل ما قلت لك. لكن المشكلة الحقيقية وين؟ أنتم مو متأثرين بمصر، مصر لزموا الحاكم مالتهم وسفروا الإيطالي، أنتم كذلك الملك العراقي ليش تقتلوه؟ لا، جابوه جت مجموعة من القوات بقيادة عبد الستار العبوسي وقتلوا العائلة المالكة كلها، عبد الإله الخال وكذلك الملك. أنا ما أقول إنه عبد الإله زين أو مو زين، بس الملك كان بعده شاب وصغير وما مسوي شيء، وتقريبا الناس كانت تحبه كملك هو مو كسلطة. لزموه كتلوا النساء وكتلوا الأطفال. بالنسبة لعبد الإله سحلوه بالشوارع وقطعوه تقطيع، نور سعيد مثله بجثه وسحل بالشوارع. هاي عملية السحل بالشوارع والدم ما تجيب إلا الدم، فلذلك أقول لك كون التغيير يكون بطريقة حضارية مو بطريقة دموية، لأن الدم قلت لك ما يجيب إلا الدم. اقرأ التاريخ، أي حاكم يجي بالسيف يروح بالسيف، يجي بالرصاص يروح بالرصاص. وهنا السؤال المهم الموجه لك، اللي صار ب 58 هل هو انقلاب لو ثورة؟ الله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، وانتظروني بحلقة جديدة من هاي السلسلة في الأيام القادمة. في أمان الله.